طارق مجدي، اتفضل يا عم اسوريو، اتفضل يا نادي الزمالك هدية. والله العظيم يعني تشكر وكتر خيرك، وهدية مقبولة. ده ملخص اللي حصل النهارده في ماتش الزمالك وفاركو. يمكن بيديهم عيدية، يمكن بدل ما يديهم لحمة بيديهم ضربة جزاء. الزمالك يعني يستاهل العطف. لو بتتفرج لأول مرة أو بتتفرج على طول، اعمل اشتراك واعمل لايك للفيديو. دلوقتي الماتش بتاع الزمالك ده كله على بعضيه ملخصه الكرة بتاعت احمد سيد زيزو، لان اي حاجة بعد كده يعني مبنية على الكرة. لو كرة احمد سيد زيزو ما كانتش جت جون او ما اتحسبتش ضربة الجزاء، كان فاركو هيفضل مدافع لحد اخر بقى الماتش، لحد الوقت الاضافي يلعب ضربات جزاء يحاول يخطف جون زي ما هو ضغط كده في الشوط الثاني. لكن جون سهل الدنيا وفتح المباراة للزمالك. طبعا دي يعني مش جديدة على الزمالك ومش جديدة على احمد سيد زيزو ومش جديدة على الحكام، ان انت تحسب للزمالك ضربة جزاء تفتح بيها اللقاء، بعد كده الزمالك يجيب جولين ثلاثة كلهم يعني فيهم صحة و... ويبقى اللي فتح الماتش هو اول جون. فممكن يجي يقول لك في الاخر والله الحكم ما غيرش في نتيجة اللقاء. ليه؟ اصل الزمالك فاز 3-1، لو شلنا ضربة الجزاء يبقى الزمالك فاز 2-1. لكن الوضع مش كده، ده بيبقى اول جون اللي بيفتح السكة، فتح السكة وفك يا فك. فالكرة يعني لو تبص عليها حصل تلامس بسيط من رجل المدافع في رجل احمد سيد زيزو. الظاهر بقى احمد سيد زيزو بيركب الهوا، بيتشك، نجمه خفيف. هوب اللمسه حصلت، متعرفش ايه اللي خلاه هوب راح نط وراح ضرب في الارض الغطس بتاعه في لمسه. لكن اللمسه دي عادي يعني تحتمل يعني. ولو ضرب الجزاء دي للاهلي برضه حصلت، الواحد كان هيقول كده مش دي اللمسه اللي توقع، ده يا دوبك رجله لمست في رجل، يعني رجل المدافع لمست في رجل احمد سيد زيزو، لمسته. لا ضربه بسن الرجل ولا بالاسترزات من تحت ولا في قوة ولا عنف، مفيش حاجة خالص تستاهل ولا تستدعي سقوط أحمد سيد زيزو. إلا إن أحمد سيد زيزو حريف، حريف في الوقوع. يعني الصراحة أنا مش عارف أصلا مستوى أحمد سيد زيزو هبط الهبوط يعني الفظيع ده كده إزاي. الراجل ده كان الموسم اللي فات أو اللي قبل اللي فات حاجة منطلقة وصاروخ، مش عارف في هبوط في مستواه. وأنا شايف إن الهبوط ده ملوش علاقة بهبوط الزمالك. مش عايز الواحد في دماغه مش عايز يروح لبعيد يعني. لعيبه الزمالك اجمالا كانت بتفط وبتنط كده من بعد حاجه معينه كده، لعيبه الزمالك كيرف ونازل. فطبعا اي حد يتفرج على الماتش النهارده يقول لك الزمالك عاد والزمالك جاب 3 اجوان ومش عارف، ومصطفى شلبي عمل الارتو ومش ايوه. فين البدايه؟ احمد سيد زيزو عمل ايه؟ عمل الغطس، خلاص هوب فتح الماتش بس بمنتهى السهوله. لكن هل احمد سيد زيزو هو نجم الشباك؟ هو الحقيقه ان نجم الشباك في الزمالك هو طارق مجدي النهارده يعني. نجم الشباك النهارده طارق مجدي، لكن نجم الشباك عموما هو مين؟ ايوه الحكام. طارق مجدي شوف الثقه يا اخي اللي هو واخدها في نفسه وحاسبها، ده هو يعني عارفين ايه الصفاره في بقه، يعني حطها وتحس ان احمد سيد زيزو رايح للمدافع وهو حاطط الصفاره يعني ايه هصفر اهو، وقع وقع انت بس، وقع انت بس، وقع وانا هصفر. ده اللي تحسه يعني. طبعا ده ما حصلش بس يعني واحد بيتخيل كده يعني، لقطه سينمائيه تيجي في دماغ الواحد. ده غير طبعا ان احنا عندنا جهاز كده هما بيستخدموه بره بس تقريبا عندنا احنا مش بيستخدموه. ممكن تكون بيحافظوا عليه. مثلا انت عارف حاجه لما تستهلكها فيها عمر افتراضي، فاحنا عارفين كده لما يبقى عندك مثلا صالون وتحطوا عليه مثلا حتت قماش كده عشان ما توسخش. لما يكون عندك سماعات فتشغلها وتوطيها وما تعلقهاش على الاخر. احنا عندنا الفار هو ده الجهاز اللي بيستخدموه بره، يقال يعني انه بيستخدموه بره على حد علمنا، لكن عندنا في مصر مش بيستخدموه. الظاهر العربيه بتبقى ايه يعني ايه بيشغلوها حبه ويطفوها حبه، فممكن الحبه بقى اللي جت فيها ضربه الجزاء دي هم ما شغلوش الفار، فلذلك احنا ما عرفناش بقى. حكام الفار تقريبا ما كلموهوش قالوش يا عم تعالى اتقي الله، دي لمسه خفيفه، ده تلامس ما يؤديش لسقوط، ده احمد سيد زيزو ده بيمثل، لا الكره ما تحسبش كده. خد بالك يا طارق يا مجدي تعالى شوفها اتفرج عليها. لا ما حصلش. فهو يعني استحاله يكون بقى الفار كان شغال يعني. طبعا ده خيال برضه لان الفار شغال، لكن الحاصل ان يعني عيون الحكام عليها غشاوة، عيون الحكام عليها غشاوة. هو قاعد ومش قاعد،
وعايش ومش عايش، وبيتفرج ومش بيتفرج. لكن عموما هنقول في ايه ونعمل ايه؟ بنقدم في ملطة، يعني ده الطبيعي وده اللي المفروض يحصل. والزمالك الى ربع النهائي بقى تقريبا هيقابل المقاولين العرب، واكيد هيستمر المسلسل كده، لان الزمالك فقد الدوري خدوا بالكم، وفقد السوبر خدوا بالكم، وفقد كاس قبل كده برضه خدوا بالكم، فهو الامل الوحيد في الكاس دوت خدوا بالكم. فيحصل ايه؟ الزمالك يعدي المقاولين، وبعد كده ممكن ما اعرفش هيصطدم بمين بقى في السكه، هيصطدم ببيراميدز ولا هيصطدم بمين، وهيعديه. المهم الزمالك في النهائي، ولو ما جاش حكام اجانب احتمال كمان الزمالك ياخد البطوله، ويعني يواجه اللي يواجهه بقى. طبعا لما يكون بيواجه فرق تانية هتبقى اسهل، لكن لو بيواجه الاهلي يعني بيبقى ربك برضه كبير. احيانا ربنا يعني مش احيانا، يعني الحقيقه ربنا يعني بيحب العدل طبعا. ف احيانا الكوره يعني حتى لو الحكام عاوزين يكسبوك ما بتبقاش ماشي على مزاجهم، ربك بيكرم وبتجيب اجوان انت وبتفرق واحد واثنين وثلاثة، فخلاص هي الحكم هيساعدك في ايه يعني. يعني حاجة كده شبه ماتش 5-3 كده، بس ماتش 5-3 ده الحكم مثلا حاول ان هو يقلل لهم النتيجة يرجعهم، لكن الخمسة كانت اعلى بكتير ان هو آه، يقدر ان هم يخلوهم يفوزوا. طبعا بقية الكلام كله ملوش اي لازمة بقى ان احنا نتكلم في جوان تانية جت وجون فاركو ومش جون فاركو، مش لازمة. خلاص هي اللقطة بتاعت طارق مجدي في أول ماتش، أحمد سيد زيزو جون شكرا الزمالك فاز. طبيعي بتاع الزمالك والطبيعي بتاع الحكام. لو بتسمعني لحد هنا، انتم أحسن جمهور لأحسن نادي، وأشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله.